السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ اسيل ريتاج. جيت غير نجاوب واحد السيده اللي طلبتني على الحلوى، فاش غنبغي نصيفطها للخارج، واش ضروري انني نفرش لها شي حاجه في الفرشيه. فضروري غادي تفرشي ليها اختي في الفرشيه. بالنسبه لهاد المعلكه كما غتشوفوا في لا فيديو راني درتها في فرشيه بوحدها 300 حبه. فدرت الطبقه الاولى وفرشت اولا السلوفان ودرت الطبقه الاولى وغطيتها بالسلوفان، وعاود درت الطبقه الثانيه وغطيتها والباقي، وما كنزيد والو معها في الفرشيه. بالنسبه للمعلكه راه 220 درهم للكيلو. بالنسبه لهاد الحلوه ديال اللوز المربعه كما كتشوفوا راه واحد الحاجه اللي كتبان لكم كتلمع. خديت التعليكه اللي كنخدم بها اللي هي الناباج والغليكوز. فكيكون عندنا هذا الخليط اللي كنكون مغليه وعامله في واحد العلبه وكنخدم به دائما. خلطت فيه البيستاش وبقيت كنحطو في الحفيره ديال الحلوى، وفي نفس الوقت ملي كملت دخلتها تشمعات في الفران. ما كنخليوش بزاف فران باش ما تقصحش لنا الحلوى. كما كتشوفوا هنا ففرشت السلوفان ضروري في الفرشيه، وما بين الطبقه والطبقه ضروري السلوفان. بالنسبه لحلوه اللوز راه كتخرج 200 درهم للكيلو، هذيك اللي فيها البيستاش صحيح. وبالنسبه للبسيطلات ديال الكركاع فانا خدمت بالوصفه اللي فيها 500 غرام ديال الكركاع و250 غرام ديال اللوز اللي مفسخ ومطحون مع 100 غرام ديال سكر كلاصي. هنا مخدومه بورقه ديال الفيلو. لو بغيتوا المقادير نعطيهم لكم اوديو مرحبا، ما كاينش مشكل. فهاد الفرشيه الثانيه راه درت فيها هاد الحليوه ديال اللوز والبسيطلات. فبالنسبه للبسيطلات كيخرجوا ب5 دراهم للحبه، بغيتوا تخدموهم للكيلو فكتخرجوهم 190 درهم للكيلو.